السيد يوسف بشلاوي ولي ولاية تلمسان يتابع المشاريع التنموية بدائرة الغزوات يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 ويستمع لانشغالات المواطنين بكل من تيانت، السواحلية، البخاتة والغزوات. شاهد التصريحات. على مستوى قرية البخاتة كان لقاء مع المواطنين فيما يخص تزويد المنطقة بغاز طبيعي، وخذينا فيه قرار أننا ما نقدروش ننطلقوا في أشغال الغاز الطبيعي بدون إنجاز شبكة صرف صحي. خذينا قرار في أي مكان أننا خصصنا مبلغ 7 ملايير سنتيم لإنجاز شبكة الصرف الصحي، مشروع إنجاز مكتب بريد على مستوى السواحلية. هذا المشروع اللي كلف الميزانية تاع الدولة تقريبا 5 ملايير سنتيم. هذا المارشي كما كان تعرفوا كامل هنايا كان مخرب، راكم تشوفوا في الحاله نتاعو كيفاش ولا اليوم، ولا تحفه معماريه في وسط مدينه الغزوات. استافدوا البلاصه هنا ونخدموا وما قاعدوش برا نتمشاو في هاد التروطوارات والطروكات وكاع نعملوا شويه النظام. كنا نبيعوا فوضويه برا، واليوم بفضل الله الخدامين جاوا يخدموا لنا هذا المارشي، والدعوه راها مليحه ما شاء الله. آنس 24